دخلت معهد فني الصناعي المطرية، كانت أنيل بقى. كان أمانة من المبارك كل تكون صلّحت المشكلة دي، إنها تعمل رقابة على الطلاب جوّه المصانع، لازم يعمل كنترول عليهم جوّه المصانع، عشان الطلاب كانت بتتعب، بتشقى. والله كنت باعيّط ساعات، كنت أقول لوالدتي ووالدي طلعوني من المدرسة، من كتر التعب اللي كنت باتعبه من ال من نور اللحام الأبيض اللي كان بيوجع عيني، وكانت عيني بتحمر وتورم، واللي يقول لك حُط عليها قوطة، واللي يقول لك اعمل لك كمادات دافية، شغل بقى غريب. عدِّت ال3 سنين على خير، وبعد كده دخلت معهد فني الصناعي المطرية. آآ كانت أنيل بقى. كان معهد المطرية ده سُمعته يعني وحشة جدًا، وحشة جدًا، وحشة جدًا، جدًا، مخدرات ومش عارف إيه كلام كتير جدًا مش حلو، مش حلو. أنا كنت كل اللي يسألني يقول لي: "أنت فين؟" أقول له: "أنا في الكلية التكنولوجية جامعة المطرية." اللي هي أصلًا مش موجودة، بس هي كان اسمها الكلية التكنولوجية المطرية تابعة لجامعة حلوان، والأمن والحراسات اللي كانت جوّه الجامعة ساعتها كانت الداخلية كانت ماسكة حراسات المعاهد قبل الثورة يعني، كانت جامعة عين شمس أصلًا. أول أسبوع ليّا في المعهد ساعة الكشف الطبي، 2 عوّروا بعض بأسلحة بيضا يعني سلاحة بيضا، مش هينفع أقول الاسم.